الدروز العلويون كفار. ما هي النصيحة التي نوجهها إلى هؤلاء أمثال النصيرية أو مثلا الدروز أو هؤلاء الذين انحرفوا عن التشيع بالأصل؟ ما هي الرسالة التي نوجهها إلى هؤلاء الذين اهتدوا من هذه الطوائف؟ هذه العقيدة الخبيثة التي تسمى زورا العقيدة العلوية هي ليست العقيدة العلوية، هذه العقيدة النصيرية نسبة إلى محمد بن نصير. هذه العقيدة كانت بذرة شيطانية زرعها إبليس لعنة الله عليه في الوسط الشيعي. إبليس كثيرا ما وجد أن القضاء على التشيع من الخارج صعب، فماذا يفعل؟ يحاول أن يخرب هذه العقيدة الإسلامية الصافية من الداخل، فأوصلهم إلى هذه المعتقدات المضحكة يعني التي سمعتموها. باب شر البلية ما يضحك، يعني أن تقوم عقيدة على أساس أن أمير المؤمنين عياذا بالله هو الله، ومن ثم اختار هو قاتله، يعني وبالتالي يكون قاتله مقدسا وهو قد قتل الله، والذي يبلغ 40 سنة منهم أو 20 سنة منهم أو 15 سنة منهم لابد أن يشرب نبيذا ويسمى باسم مقدس، وثم يقبل شراب النور. أي شراب النور، وما يقبل رجل الشيخ. لهم اعتقادات غريبة يعني تافهة جدا، يعني لا يقبلها عاقل، يعني يراها نوعا من الهرطقة في الحقيقة. عبد الرحمن بن ملجم مثلا لعنة الله عليه إذ يعتبرونه صاحب الشرف في تخليص اللاهوت من الناسوت، هكذا. طبعا هذه العقيدة النصيرية عبارة عن عقيدة أخلاط، يعني جزء منها مأخوذ من النصارى. هذه الاصطلاحات اللاهوت الناسوت اصطلاحات نصرانية في الحقيقة، فتسربت إليهم واعتمدوها على أساس أن أمير المؤمنين عليه السلام كما هو معتقد النصارى في عيسى عليه السلام له جنبة لاهوتية وله جنبة ناسوتية على أساس، ولما صلب تخلص اللاهوت من الناسوت، يعني على هذا الأساس. فكذلك صار علي عليه السلام. ومن هذا الكلام التافه السخيف الذي لا يقنع عاقلا. والحقيقة أننا نحن يعني أقصد في المحيط الشيعي العام قليلو الاجتهاد في هداية النصيرية والدروز والإسماعيلية والزيدية وبعض هذه الفرق أو المنتحلون منهم الذين يدعون الإمامة كالقاسم الرسي مثلا لعنه الله، كانوا يطعنون في أئمتنا أئمة الحق الأئمة 12 عليهم السلام، فقد طعن هذا الخبيث في إمامنا الجواد صلوات الله عليه. لا يمثلون الإسلام الحقيقي، هذه أيضا ديانة شيطانية مخترعة. شيخ أنا من خلفية درزية، حاب أسألك بموضوع التقمص أو تناسخ الأرواح. طيب متكلم عنه أني صحيح أني شيخنا. أني الطائفة الدرزية والنصيرية مثل ما يقولون نعم. بالعراقي قصفتهم قصفة مو طبيعية، ما حد قاصفهم بيها والله. نعم. قلت لهم شيء واحد يثبت هذا المعتقد صحيح، إذا سويتوه أنتم على حق. تعرف شنو هو؟ شو هو شيخنا؟ ليش ولا واحد مات عنده أكاونت بعدين هذا يجي يفتحه؟ ليش؟ ليش؟ طبعا هم الآن راح يروحون يسووها، ترى دير بالك، أنا أعرف. أعوذ بالله، نارية يا شيخنا. نارية، يدري بيها نارية. هم الآن راح يسوونها، راح يشوفون واحد يريد يموت نصيري أو درزي، راح يقولوا له ليك هذا القريشي تحدانا، عندك حساب الفيسبوك؟ راح يقول إيه. شو رمزك؟ راح يقولوا كذا. فلما يموتوا راح ينطون رمزه لغيره، فراح يسوون لقاء ويا واحد غير، راح يقولوا أنت فعلا هذا اللي مات؟ راح يقول إيه. راح يقولوا له الدليل شنو؟ يقول أنا أعرف رمز الباسورد أو كذا شيء. فهم يسوون فيلم. هم المفروض يسووا هذا الشيء، يسوونه قبل ما احنا نقوله. المفروض واحد عنده معلومات خاصة ما يعرفها غير بس هذا الإنسان، مفروض.
نعم. المفروض. طيب شيخنا بدأ أمر عليك لو سمحت، إذا في ممكن تنزل محاضرة عن هذول العقائد. أنا جاي إن شاء الله عن قريب، عندي محاضرة على العقيدة الدرزية، عندي محاضرة على العقيدة النصيرية عن قريب إن شاء الله تعالى.